فاكرة لما اتعرفنا على ابراهيم ويوسف وعبد الجبار؟ ايوه. اكتشفنا انهم كانوا عاوزين يدخلونا عملية كبيرة قوي، مكسبها كبير. عملية ايه؟ كان في مناقصة على بنى 3 مطارات كانوا مطلوبين على وجه السرعة. ابراهيم بقى هيجيب لنا كل العطاءات المقدمة، احنا بقى بدورنا هنقدم عطاء باقل. يوسف هيكون المهندس المنتدب للاشراف على عملية البناء. المطلوب منك بقى يا ابو علي انت وسعد انكم تمضوا على محاضر التسليم بان المطارات ديت مطابقة للمواصفات. صعبة دي كده من غير معاينة؟ معاينة ايه يا ابو علي؟ المهم المقابل كام؟ 2 مليون جنيه ليك يا ابو علي ومليون لسعد. خد وقتك وفكر، ده رزق. تفكير ايه يا حاج؟ ودي محتاجه تفكير. احنا دخنا لغايه ما جبنا العمليه دي. لا يوسف، لازم يفكروا كويس قوي قبل ما يوافقوا، واذا وافقتوا يبقى مفيش مجال للتراجع. اغراء الفلوس كان جامد قوي، ما قاومناش كتير وبدأ الشغل في المطارات وتم التسليم والمحاضر اتمر في هدوء. كل شيء فضل تمام التمام لغاية 67. في لحظات كانت المطارات متبخرة، الممرات اللي كانت مفروض تستحمل قنابل 1000 رطل باظت من طلعات الفكرز. في أواخر 67 شكلت لجنة للتحقيق. لا سيادتك حاج، انت خلصت عمليات من بدري وقعد مستريح، لكن في واحد مغفل مضى ووقع وقال لم تقبل المواصفات. ما تخافش يا ابو علي، معذره، اطمن، حتى لو حققوا معاك التحقيق هيتحفظ. انا مش هستنى يحققوا معايا يا حاج، يا تنفذوا لي طلباتي بسرعه يا اما عليا ولا اعدائي. انا مش هضيع لوحدي. انت عايز ايه بالظبط يا حسن؟ قرار تعييني ملحق عسكري بره مصر. ده بيخرب بيقول ايه ده؟ يا بني ادم انت مش دريان باللي احنا فيه، الدنيا مولعه. اقسم بالله العلي العظيم لو القرار ده ما كانش في جيبي خلال 48 ساعه لطلع الورق اللي عندي واوديكم كلكم في داهيه. بعدها بكام يوم اتصلوا بيا وقالوا لي قرار تعيين حسن ملحق عسكري في لندن صدر، وطلبوا مني احدد معاه ميعاد عشان يسلمهم الورق ويسلموه القرار. طلعنا على الهرم، كان في شاليه هناك في صحارى سيتي كنا دايما بنتقابل فيه. فين القرار؟ اطمن يا ابو علي، يومين 3 بالكتير ويكون عندك. ده ما كانش اتفقنا يا سعد. انت ايه حكايتك بالظبط؟ هو ده عيال ولا ايه؟ اسكت انت، اسكت. استنى يا يوسف. بيقول ايه؟ يوسف يا حسن، الاحوال دلوقتي ملخبطه والناس اللي احنا بنشتغل معاهم قالوا بعدين. ولا بعدين ولا قبلين؟ هات سيف. استنى بس يا ابو علي. عايز ايه تاني يا حاج؟ هم موافقين ومرحبين يا ابو علي، وفي اكتر من مكان فاضي. انا لو طلبي ما اتحققش هبلغ عنكم كلكم واولكم انا. جرى ايه يالا؟ انت كلمت ولا ايه؟ لا، هو انت مش واثق فينا ولا ايه؟ ما تكلمها يا سعد. حسن كفايه بقى يا سعد، كفايه. طب ايه؟ استنى بس يا حسن. المفاجأة شلتني، حصل زعيق وصريف وخناق وفجأة سكتوا. معلش يا حسن. أبشع جريمة شفتها في حياتي، صاحبي بيتقتل قدام عيني وأنا مش قادر أتحرك. شالوها على عربيته وطلعوا بيه بعد ما رسموها ونفذوها على إنها تبان انتحار. أنا اتأكدت إن ميت، لو مش في ساعتها هيبقى بعدين.
لولا انهم في وسط الهوجة نسيوا الورق. انا لقيته كأنه كان طوق النجاة بالنسبة لي. اخدت الورق وهددتهم بيه. بعد كده فهمتهم ان انا شايله عند ناس قرايبي، واني لو جرى لي اي حاجة هقدمه للنيابة. فين الورق ده؟ عندي هنا، تخيلي، شايله من يوميها. عايزاه؟ يا ريت. تحت السرير اللي جوه هنا في اوضه النوم هتلاقي شنطة فيها شوية كراكيب، هتلاقي الورق جواه. ايه ده؟ في ايه؟ ملهاش حصل. خلص انت. قلت مالك؟ لا حد يبلغ المطار، حد يبلغ الاسعاف. اتفضل يا ريس. اتفضلي يا ستي. اطلع على النيابة. أي خدمة يا فندم؟ حازم بيه فين من فضلك؟ هو خرج من شوية. تحب حضرتك نبلغه حاجة لما يرجع؟ لا انا عايزاه هو شخصيا. متشكرة قوي. استنى ولا اقول لك اطلع. على فين؟ اطلع على طول على طول. ماشي. انا قاعد في مكتبي، الكلام ده ما ينفعش. سيبها يا عم. تعالى يا باشا. تعالى. طيب خلاص، خليهم يسبقوني على هناك. مع السلامة. تصدقي انت لسه كنت على بالي. ايه مالك يا رشا؟ كنت هموت، كانوا هيقتلوني. قتلوا ساعته وكانوا هيقتلوني. بيدوروا عليا في كل حته. طيب اهدي خالص. اهدي يا رشا حبيبتي وقولي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط؟ رجالتهم دخلوا علينا، قتلوا ساعته وحرقوا الشقه وانا نفدت باعجوبه. رجالة مين بالظبط؟ ابراهيم ويوسف وعبد الجبار. طب وانت عملت ايه؟ انا جبت الورق اللي يثبت ان هم اللي قتلوا حسن. الكلام مش هينفع هنا. تعالي معايا. تعالي يا رشا. دي الاوراق اللي اتهموني بسرقتها من مكتب حسن ودخلوني بسببها السجن. لو وكيل النيابه هيشوفها هيوديهم في كلهم في 60 داهيه. لا معاهم حق قوي يتجننوا عليه. سيبيلي انت الورق ده، انا بنفسي هعرضه على المحامي وهطلب منه انه يفتح الملف القديم كله. اظن مفيش داعي للخوف بقى. احنا رايحين فين؟ انا هوديكي مكان محدش يقدر يوصل لك فيه. بعد اللي حصل ده كله لازم ابقى مطمن عليكي.
نورت الفيلا المتواضعه بتاعتي يا مدام رشا. بتفكرني بفيلة المقطم، فاكرها سعادتك؟ ودي ايام تتنسي. اتفضلي. مفاجأة مش كده؟ معلش، أنا دايما أحب المفاجآت. انت ايه علاقتك بالناس دي؟ أصدقاء من زمان قوي، من أيام المرحوم حسن والمرحوم الشرقاوي. فاكراهم؟ يعني حضرتك عايز تفهمني انك هم اللي معايا. والقضية والمستندات اللي اديتها لحضرتك؟ انسي بقى، ارمي الحاجات دي كلها من ورا ظهرك. يعني انت اللي قتلت حسن؟ انت اللي سجنتني وضيعت عمري؟ كله يا رشا. وانت اللي وسعد؟ مفيش حاجة حصلت من ورا ظهري. المطلوب دلوقتي ان احنا ننسى الماضي، نقلب صفحة ونفتح صفحة جديدة. لازم بقى نبقى اصحاب، نبقى حبايب. كفاية عداوة بقى، مش كده ولا ايه يا بدع؟ في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة. يوسف، كده يبقى انت اللي اخترتي. خسارة يا بدع. يبقى خلاص كده موضوعك انتهى. لا لسه ما انتهاش يا طارق بيه، ده هيبتدي والكلام هيكتر فيه قوي. ايه ده؟ مين ده؟ عارف سعادتك، ابعد حاجه كنا نتخيلها واحنا بنراقب الجماعه اننا نلاقي سعادتك معاهم. ايه اللي انت بتخرفه ده؟ انت عارف انا مين وممكن اعمل فيك ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه، لان دلوقتي مفيش حد فوق القانون.